عندي مشوار ومستعجل فيلا بينا عشان متأخر جدا جدا جدا. عندي مشوار فكنت لازم اصحى بدري وانزل. لسه خلص المشوار دلوقتي، كانت لفة كبيرة جدا بس كل حاجة تمام. المشكلة بقى ان انا الفترة الجاية ورايا شوية مصالح حكومية، يعني الواحد هيكسر بسببها. ورايا حاجات كتير جدا الفترة الجاية. المشكلة ان كلها مصالح حكومية. النهاردة كده كان مشوار عادي، مشوار خفيف. الفترة الجاية للأسف كلها مصالح حكومية. الواحد هيطلع عين حرفيا في المصالح دي كلها. المفروض لسه وراه مشوار كمان خفيف كده، وبعد كده نخلص وبعد كده كله يبقى تمام. بس المشكلة بقى في المشاوير بتاعت الفترة الجاية ورايا شوية حاجات كتير جدا جدا جدا. انا حقيقي مش فاهم ايه. كل شويه انا بتصور تلاقي واحد يجي يقول لك اي حد عليك حاجه، ايه مش عارف ايه، مش عارف ايه، حاجه عايز تروح، حاجه عايز ياكل. ما يعرفوش ان احنا في رمضان. ان احنا في رمضان ايه ده؟ عيب عجيب. الناس عندنا هنا في مصر في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ مش كده حرفيا. يعني الواحد بيصور عادي جدا، عادي يا جماعه. استغرب. لسه راجع البيت دلوقتي، ورايا كمية حاجات لازم تخلص. بالإضافة النهاردة كان يوم زحمة جدا جدا جدا. كان ورايا كمية مشاوير النهاردة، ولكن للأسف معرفتش أصور كتير بسبب إن ورايا حاجات كتير جدا كان لازم تخلص في وقت قصير. عشان انتوا عارفين اليوم في رمضان والناس بتبقى مش طايقة نفسها في رمضان، فكل حاجة كانت لازم تخلص بدري. ده بالإضافة إلى إن إحنا عندنا للأسف عندنا الأمور مش سلسة إن أنت تدوكيومنت أي حاجة أنت بتعملها، خصوصا لو مصالح أو مشاوير أنت رايح أو في مكان مثلا أنت في حاجة أنت رايح تعملها فيه. الموضوع مش سلس إن أنت توثق كل الكلام ده ولا تصور كل الكلام ده، سواء موبايل كاميرا. الموضوع مش سهل نهائيا إن أنت تصور. ف... فعشان كده معرفتش أصور كتير، فاهمين؟ لكن حاولت على قد ما اقدر، حاولت. بس يعني ده كده كله طلع معايا. عرفت اتصور الصراحه وانا في الاماكن كلها. ده بسبب ان زي ما قلت لكم الموضوع صعب جدا جدا جدا. اكنك فاهم، اكنك الكاميرا اللي معاك او الموبايل اللي معاك، اكنك فاهم، اكن في شوت جان في وش اي حد وانت بتصور. بس تمام يعني، حاولت اوثق على قد ما اقدر. فالساعه دلوقتي 5:30، اقدر ارتاح كده قبل المغرب بشويه وبعدين نكمل شغل. الحقيقة أنا مش فاهم ايه اللي بيحصل في رمضان ده، ولا ايه الدنيا دي، ولا ايه اللي بيحصل ده. الوضع كالآتي: أنا بصحى الصبح، لو ورايا مصلحة بنزل أقضيها، لو ورايا أي حاجة بنزل أعملها. خلاص رجعت البيت، قعدت 5 دقايق خبطوا عليا الفطار جاهز. بالسرعة دي في ايه؟ أنا في ايه؟ اليوم خلص بالسرعة دي. خلاص خلصت فطار، قعدت دقيقتين بعد الفطار تريح، مش عارف ايه، قعدت دقيقتين بعد الفطار. فجأة العيشة بتبدأ بدون أي مقدمات كده. خلاص العيشة خلصت، قعدت تشتغل شوية، قعدت بتعمل اديتنج مش عارف ايه. الساعة دلوقتي بقت 10 وانا قاعد بقالي 5 دقايق. يعني انا قاعد بقالي 5 دقايق والساعة بقت 10. ازاي؟ انا مش فاهم. دلوقتي هخلص الايديتنج بتاع الفيديو ده، انزل اعمل له ابلود، هجيب سحور، اجي البيت. الساعة بقت 12. هتقعد بقى دقيقتين مش عارف ايه، هتقعد تريح دقيقتين. الحمد لله الحمد لله. رمضان ده انا مش مسحول في مسلسلات رمضان نهائيا. ما بتابعش اي حاجة لحد الان، ما فيش نية ان انا اتابع اي حاجة لحد الان. لحد الان مفيش نية ان انا اتابع اي حاجة، وما بتابعش اي حاجة. ولا بقى انا ما اعرفش ايه اللي نازل اصلا. اللي انا اعرفه ان في احمد العوضي، مش عارف بقى مين تاني اللي عامل مسلسلات والله، بس اكيد كلهم عاملين يعني. خلاص الساعة دلوقتي جت 12، انت قاعد في البيت بقى، مش مسحول في مسلسلات رمضان ولا اي حاجة. انت قاعد دقيقتين بتريح، بتجهز للفيديو الجاي، قاعد شغال اديتنج على فيديو مثلا، قاعد بتعمل اي حاجة على البي سي. 5 دقايق بالظبط فبتلاقيهم خبطوا عليك السحور. خلصت سحور من هنا، الفجر بيأذن من هنا. بالسرعة دي هو بالسرعة دي كده. خلاص هتنام عشان تصحى الصبح وتعيد نفس الدايرة من تاني. في 24 ساعة. ال 24 ساعة دول راحوا فين؟ أنا مش عارف الصراحة ال 24 ساعة دول بيروحوا فين. أنا تحولت من إن أنا عايز أستغل الوقت وما ضيعش الوقت، إلى إن الوقت هو اللي بيستغلني وهو اللي بيضيع، مش أنا اللي بضيعه.
يعني هو في حاجه بتحصل، انا بستغل الوقت الحمد لله، مش بضيعه الحمد لله. دلوقتي الوقت هو اللي بيستغلني وبيضيعني انا. فاهمين حاجه؟ انا عن نفسي مش فاهم الصراحه الوقت بيروح فين، أنا مش عارف يعني. ماشي، انت بتنتج وبتعمل كل حاجه، انت دلوقتي مبقاش عندك مشكله مع الوقت، انت عندك مشكله ان فين الوقت، فاهم؟ وراح فين الوقت؟ ايه دي المشكله. انا مش فاهم ايه اللي بيحصل في رمضان ده، انا مش فاهم ايه اللي بيحصل في رمضان.